إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد عباد الله، فإن أغلى ما يملكه المرء في حياته هو عمره، عدد أيام الحياة التي يتقرب بها إلى الله. أغلى ما يملكه المرء في حياته بل أغلى من الذهب، لأنها أيام الحياة، لأنها أيام الدنيا دار العمل، فإذا انتهت أيام الدنيا فلا عمل. ولذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون. فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. غدا توفى كل نفس ما كسبت ويحسب السابقون ما صنعوا. إن أحسنوا فقد أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فلبئس ما صنعوا. أغلى ما يملكه المرء في حياته هو عدد أيام العمر، وعدد أيام العمر هي التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وبالذات وإن الله عز وجل قد أمر عباده المؤمنين أن يغتنموا مواسم الخيرات وأن يغتنموا الأيام الحرم وأن لا يظلموا فيهن أنفسهم وأن يغتنموا كل لحظة من لحظات الحياة في طاعة الله سبحانه وتعالى.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وكذلك يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم انظر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وبالذات أيام أمر الله سبحانه وتعالى أن نجتهد في العبادة فيها، وهي أيام الخير كهذه الأيام أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، بل والمتبقي منها أيام فضيلة أيام خيرات. يوم الجمعة التي نحن فيه، وغدا يوم عرفة، وبعد غد يوم النحر يوم الحج الأكبر. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأيام العمل الصالح فيها يحبه الله سبحانه وتعالى لا كغيره من الأعمال الصالحة في بقية أيام العمر. قال صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما في الأيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ لأنهم كانوا يرون أن الجهاد أفضل الأعمال، بذل المال وبذل النفس أفضل الأعمال بعد أداء الواجبات والأركان. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وبماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام المتبقية من الأيام العشر على المسلم أن يجتهد في طاعة الله عز وجل، أن يفوز فيها بخيرين الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعبادة، بل خلقنا بالعبادة، وقال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته وحدد لنا الآيات فتضمن لنا في الأرزاق، فلا تنشغل بالمضمون عن المفروض، فأكثر من عمل وأقلل من أجل، فالدخول في الدنيا كبير والخروج منها عسير، فخالقها أساس الألم وخالقها لذيذ الندم، فكن خلي البال من أمرها فكل ما فيها شقاء وهم. يجب على المسلم ألا يغفل عن مواقف الخير وألا يغفل عن مواسم الخيرات، وبالذات في هذه الأيام المباركات. بين المولى سبحانه وتعالى في مثل هذا اليوم يوم الجمعة هو يوم عيد للمسلمين، وهو يتكرر في كل أسبوع مرة يجتمع فيه أهل الإسلام في جميع مشاكل المعمورة. أمرنا الله سبحانه وتعالى بالسعي إلى الصلاة والاهتمام بها وتعظيم هذا اليوم، والأعمال الصالحة فيه كثيرة. ولذلك قال سبحانه وتعالى في سورة تسمى باسمه في سورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. كثير منا لا يعرف أين الخير، يبيع ويشتري الآن، يترك المواعظ، يترك خير هذا اليوم، يترك صلاة الجمعة، ومنا من لا يصلي إلا في يوم الجمعة، وهذا خطأ عظيم، بل لا تقبل صلاته، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة 5 مرات في اليوم والليلة، ومنها يوم الجمعة. بل هناك من لا يصلي ويدعي الإسلام ويقول لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله، ولا يدري المسكين أن من واجبات لا إله إلا الله ومن شروط لا إله إلا الله
في الدنيا وفي قبرك ويوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم يجد كل منا عمله أمامه. قال صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نور وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وكان مع فرعون وطاغوت وهامان وأبي بن خلف شغلتهم الدنيا والنظام والملك عن إقامة شعائر الله عز وجل وعن الاحتجاج لدين الله. أي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من حافظ عليها كانت له نور وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وكان مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. فيجب علينا أن نحافظ على الصلوات الخمس في جماعة، فإنهن سبب كل خير في الدنيا والآخرة. أمر الله سبحانه وتعالى بها وقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فيا تاركا للصلاة إن الصلاة لا تشتكي وتقول في أوقاتها: الله يلعن تاركي. هناك من لا يصلي إلا في يوم الجمعة، وهذا والله مسكين خطأه عظيم. وهناك من لا يصلي أبدا، لا يصلي في عمره مرة واحدة، يدخل المسجد في عمره مرة واحدة لا ليصلي ولكن ليصلى عليه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلا نصر ولا تمكين إلا بإقامة شرع الله عز وجل والدين، بل إقامة الصلاة غاية من غايات المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بين المولى سبحانه وتعالى وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لا تبيع ولا تشتري. إن بعت في يوم الجمعة حال النداء فأنت تبيع الدين بالخسارة، كما قال الله عز وجل: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صحيح مسلم بين المولى سبحانه وتعالى وقال: يا أيها الذين آمنوا يا من قلتم لا إله إلا الله وشهدتم أن محمدا رسول الله، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قلنا والله سبحانه وتعالى الذي أمرك بالاهتمام بهذا اليوم العظيم، وهو يوم عيد يتكرر في كل أسبوع مرة. الله عز وجل تضمن لك بالرزق وأقسم على ذلك سبحانه وتعالى وقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء إنه لحق، بالسماء إنكم تصدقون. فلا تنشغل أخي المسلم بهذا الرزق المضمون، ولكن عليك أن تتوكل على الله توكلا صحيحا وتأخذ بالأسباب حتى ينجيك الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. فأنت مخلوق من عباده وأنت عبد الله، فيجب أن تكون وقفا على أوامر الله سبحانه وتعالى. نادانا المولى سبحانه وتعالى وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أما المنافق والعياذ بالله فقد أخبر الله سبحانه وتعالى عنه أنه مشغول بالرزق، مشغول بالدنيا، مشغول بالهوى، همه الدنيا. فمن كانت الدنيا همه فرط الله شمله وجعل وقته بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. أما من كانت الآخرة همه فإن الله سبحانه وتعالى يجمع له شمله
خير من الناس ومن التجارة، والله خير الرازقين. هذا اليوم يوم عيد، وهو يوافق يوم المسيح، يوافق يوم الجمع، يوافق يوم التواضع، يوافق يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يومئذ كل منا عمله امامه. فيجب علينا ان نهتم به اخوة الاسلام. يؤذن المؤذن الاذان الاول ولا ياتي احد، ويؤذن المؤذن الاذان الثاني ولا ياتي احد، ويشرع الخطيب في موعظة الجمعة، وهي شرط من شروط يوم الجمعة لانها تثبت الصلاة، لا كصلاة العيد فان الموعظة بعد الصلاة لانها ليست شرط من شروط يوم العيد. اما خطبة الجمعة فهي شرط من شروط يوم الجمعة، ولذلك خطبة الصلاة ركعتان. فيجب على المسلم ان ينتبه الى هذا الامر. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم الفضل العظيم لمن ياتي مبكرا في يوم الجمعة. فوالله لو قلنا ان من ياتي اول واحد يوم الجمعة يدخل من الجمعة فسوف ياتي السوق باكمله بالمقدمة قبل الاذان. ولكن مقياس الناس واضح، مقياس الناس مادي، لا يعانون الخير الذي امرهم الله سبحانه وتعالى به. بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الجوائز لمن ياتي مبكرا في يوم الجمعه. قال صلى الله عليه وسلم من جاء في الساعه الاولى فكانما قرب بدنه، كانما ذبح ونحر ناقه بدينه. فمن جاء في الساعه الاولى فكانما قرب بدنه، ومن جاء في الساعه الثانيه فكانما قرب بقره، ومن جاء في الساعه الثالثه فكانما قرب كبشا اقرا، ومن جاء في الساعه الرابعه فكانما قرب دجاجه، ومن جاء في الساعه الخامسه فكانما قرب بيضا. فقد قسم العلماء هذه الساعات من مشرق الشمس الى غروب الامام على المنبر تقسم على 5 اجزاء، فيكون كل جزء مدة او ساعة. فهي بنا كي نحصل الخير، وبالذات في هذه الايام التي بين النبي صلى الله عليه وسلم انها من احب الايام الى الله. ولذلك كان سلفنا الصالح يعبرون 3 اعشار: العشر الاواخر من شهر رمضان، والعشر الاول من شهر ذي الحجه التي نحن بصددها الان، والعشر الاول من شهر المحرم الشهر المقبل ان شاء الله. فعشر رمضان اخرها يوم عيد، وعشر الحجه اخرها يوم عيد، وعشر المحرم اخرها يوم عاشوراء. والصيام يكفر ذنوب سنه مضت. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا الى كل خير، وان يجعلنا من اهل الاعمال الصالحه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. ثم أما بعد عباد الله، يبين النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما في الايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، يعني الايام العشر. العمل الصالح فيها يحبه الله سبحانه وتعالى لا كغيره من الايام في بقيه العام. وما هو العمل الصالح؟ كثير منا يعمل اعمالا كثيره ويخشع ويجتهد، ولكن عمله باء بالخسران والعياذ بالله. كما قال الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا؟ من هم؟
ولكنه ليس على الجهل بل يجتهد في العمل كما قال الله عز وجل فأتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة ونحن نحتاج إلى الخشوع عاملة ناصبة لكن النتيجة تصلى نارا حامية لأن العمل لا يصالح كما قال الله عز وجل في أعمال الكافرين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للأعمال الصالحة سبحان الله وبحمده عمل صالح أستغفر الله عمل صالح هذه كلها الأعمال أنواع الأعمال الصالحة لكن لابد من الشروط قبل العمل كالوضوء قبل الصلاة هناك من يصلي بدون وضوء فصلاته باطلة المظهر والشكل الخارجي أمام الناس خاشع لكن صلاته في نفسه باطلة لأنه لم يأتي بشرط الوضوء كذلك العمل الصالح حتى لو كان أمام الناس منظره جيد ولكن لا بد من الشروط الشرط الأول داخل القلب لا يراه أحد إلا الله الشرط الأول داخل القلب وهو أن يكون العمل لوجه الله والشرط الثاني متعلق بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنك قلت لا إله إلا الله وشهدت أن محمد رسول الله فلا بد من هذين الشرطين الشرط الأول أن يكون العمل لوجه الله والشرط الثاني أن يكون العمل على سنة رسول الله وإلا فالعمل باطل إذا لم تأتي بهذين الشرطين قبل العمل فعليك أن تجتهد في عقد النية الصحيحة السليمة وموافقة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو الدليل؟ الدليل من القرآن قال الله عز وجل وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أي ماثلين عن الشرك إلى توحيد الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم هذا هو الصراط المستقيم هذا هو الدين الصحيح والصراط المستقيم فالعمل الصالح لا بد وأن نتوفر فيه هذان الشرطان الشرط الأول أن يكون لله والشرط الثاني أن يكون على سنة رسول الله اسمع ماذا قال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ما بين الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليختبركم ويمتحنكم ابتلاء ليبلوكم أيهم أحسن عملا من هو صاحب العمل الأحسن قيل في تفسيرها أيكم أحسن عمل أصوبه وأصوبه أصوبه أن يوافق الخير أصوبه أن يكون لوجه الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ من الأجر ما نوى بالعمل ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مرتد عليه من عمل عملا ليس موافقا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا أمر الرسول؟ لأنه رسول الله وقد قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقد قال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم تحذير شديد يجب ان يكتب في الطرقات حتى يتعلموا الاسلام تحذير شديد فليحذر الذين يخالفون عن امر محمد صلى الله عليه وسلم ان تصيبهم فتنه شرك بالله وخسران دين او يصيبهم
وأنواع الأعمال الصالحة الصلاة صلة الأرحام بالذات في هذه الأيام، فإن صلة الأرحام سبب من أسباب الرزق، صلة الأرحام سبب من أسباب إعمار الأرض. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صلة الأرحام أمر الله سبحانه وتعالى بها في كتابه العظيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب، وكلنا يحب ذلك، من أحب أن يقبض له برزقه وأن ينفق له في أجله، يعني يبارك في عمره، إن قال عمره فعله خير، وإن كثرت ذريته فعل الكتاب والسنة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقبض له برزقه وأن ينفق له في أجله أن يصل رحمه فليصل رحمه. ولا نريد أن نطيل في هذه الموعظة، فإن هذه الأكوان تحتاج منا إلى وقت طويل، ولكننا بمدد التنويه على فضائل هذه الأيام المباركة، وأن العمل الصالح فيها خير عند الله سبحانه وتعالى. الصيام، الصلاة، صلة الأرحام، بر الوالدين، هناك من لا يكلم والده، وهناك من لا يكلم والدته، ولهما فضل عظيم عليه، كما قال القائل: بر الوالدين عليك دين، وتعاطاه باتباع الشيء، تدعوه الجنة بذلك وهي تحت أقدام الأمور، إن أصابت مرض أو شكاية وضعت إلى الأسد مؤمنها وأطالت الحزن والمحيط، ومن شكرا لها بالطبيب خيرت توبته وأولادك عليها. فيا ولدك من الكريم الإيمان الذي عاتبك العتاب اللطيف وقال: ولا تقل له ومفرد ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي مسلم هذه الأيام المباركة يجب عليك أن تقف مع نفسك وقفة عاقل تحاسب نفسك قبل أن تحاسب، تزن عملك قبل أن يوزن عليك. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وغد هو يوم القيامة، كأنه قول لسمعة النبي، فيجب عليك أن تقف عند اعتبارك وعقلك. قال الله عز وجل: فاقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لا يأتيهم من ذكر محدث من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى. ويجب عليها أن ينتفع بالذكرى، ولذلك كانت كل 7 أيام هذه الجلسة وهذه الموعظة وهذا اليوم المبارك العظيم يوم عيد للمسلمين. غدا بإذن الله تعالى يوم عرفة، ولا نريد الإطالة، والموضوع طويل يحتاج منا إلى كلام كثير، ولكننا نريد التكوين حتى لا نغفل عن مواقف الخير وعن أيام الفضائل، حتى الله سبحانه وتعالى عن امتنانها وعن الحمد الصالح فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة، وهو صيام السحر، لا فريضة ولا واجب ولا كفارة. صيام يوم عرفة صيام السحر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر وصام، لكن لا يترك مواقف الخير. فهذه أيام الخير، أيام قصيرة، النهار قصير، لا يتعرض صيام 8 أو 9 ساعات، فعليك أن تغتنم مواقف الخير. ومن ختم له في صيام يوم دخل الجنة، ومن صام يوما في سبيل الله أعاذ الله عن وجهه النار 70 خريفا. قال رسول الله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر ذنوب 2 خير عظيم، بس الكبير في عمره ذنوب 2 صيام يوم عرفة أحتسب
عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وبعد اليوم عرفه اليوم الاخر وهو اخر هذه الايام وما بعدها ايام التشريق وما بعدها ايام التشريق وهي ايام اكل وذكر لله ايام شرب واكل وذكر لله لا يجوز صيامها وهي ايام التكبير وينتهي التكبير فيها الى صلاه العصر من ايام التشريق ويبدا التكبير غدا من صلاه الفجر بعد الصلوات الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله سبحانه وتعالى لبلوغ هذا الخير فهناك من وحل عن الدنيا وفارق الاحباب وهو كان يظن انه يكون من اهل هذه الايام المباركه لكن الاعمار تحددت والاجال قد انتهت ليالي المسلم وبالعبر والاعتراف واغفر حياتك قبل موتك يوم العيد وهو يوم المشهور وسمي العيد بالعيد لانه يعود ويتكرر في كل عام مره او مرتين وهو يوم المشهور وهو يوم الحج الاكبر وهو يوم النحر ما عمل ابن ادم في هذا اليوم عملا احب الى الله من اراقه دم الاضحيه ويجب عليك ان تستحسن الاضحيه فهي قربه تتقرب بها الى الله وهي الشاهده تتبع يوم العيد تقربا الى الله سبحانه وتعالى فيا مسلم عليك ان تستحسن هذه الشاه وتكون قد بلغت السن المسلم فلا تجزي الى الله ما وقت 6 اشهر وقارب السنه ويجزئ من الماء ما قارب السنه ويجزئ من الابل على 7 ما وقت 5 سنين وهي 7 ويجزئ من البقر ما وقت 2 او 4 سنوات وهي على 7 افراد وذبح الاضحيه عجيب عظيم وهو احياء لسنه ابراهيم امر الله سبحانه وتعالى ابراهيم بذبح ولده فاستجاب ولم يقل له ربي ولدي وحيد فكرني وحيد فالذي ليس عندي غيره فاستجاب وتشاور ابراهيم واسماعيل عليه السلام في امر الذبح فقال الله عز وجل في كتابه العظيم قال ابراهيم اني ارى يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى ماذا قال الولد الخاص بابيه هل قال له لماذا يا ابي هل قال له امر تستحي هل قال له هذه الشريعه هذا الامر تستحي امرك الله انه ليس امر الله والله يحكم بالعدل ولا يظلم الناس شيئا سبحان الله قال الولد يا ابت افعل ما تؤمر اما اول مره تستحي يسيره طلب المال كثيره اعطاء اللحم كثيره الصيام في الليل كثير من الالحاف كثيره ولكن هذا امر شاق لم يتحمله الا الرجال امثال ابراهيم ان ابراهيم كان امه قائدا امه يقتدى به الخير ولذلك قال له الولد يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلمها اي استجاب وانقاد لامر الله وكله بالجميل اي وضعه على جبهته حتى لا يحلو على ولده امام امر الله ويعصي الله ويطيع ولده فلما اسلم وضعه على جبهته وامسك بالمسيه والسكين ناداه الله سبحانه وتعالى عالم السر واخفى المطلع على عباده الذي قلوب العباد يوسعين صفات الرحمن يقلبها كيف يشاء ناداه الله عز وجل يا ابراهيم فاطلب لقب الرؤيا انت صادق التكليم انت صادق الله انت صادق العباد انت عبد الله يا ابراهيم فاطلب الرؤيا سبحان الله انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا هو البلاء المبين انا كذلك نجزي المحسنين وبديناه بذبح عظيم لا تقل جاء من العين هناك من يقول جاء من الجنه وهناك من يقول يصلح من كذا وهناك من يقول والله قادر على كل شيء امره بين الناس والحلول انما الامر اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون والله وفقنا للاعمال الصالحه في هذه الايام المباركه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا عندك من المقبولين اللهم اجعلنا عندك من المقبولين اللهم انا نسالك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقه الانبياء والنصر على الاعداء يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء يا ذا
اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله يا رب العالمين. اللهم يا ولي الاسلام واهله ثبتنا على الاسلام حتى نلقاك به. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. واقم الصلاه.